معلش كنت باقلِّب على جروب من الجروبات واستفزني سؤال بتاع مهندس مستفز جدًا، جدًا. السؤال بيقول لك إيه، الراجل ده جاي له offer في شركة تانية غير اللي هو فيها، خلاص، علمًا بإن هو مش كاره الشركة اللي هو فيها، لكن طبعًا الoffer بمرتب أعلى بكتير، خلاص، وفي نفس الوقت جاي له offer في السعودية، بس طبعًا موضوع السعودية لسه هياخد له إيه شهرين 3 على ما يخلّص الورق. السؤال بقى الباشا بيسأل يقول إيه، بيقول لك طب أنا دلوقتي أعمل إيه؟ أروح الشركة الجديدة و وأفضل فيها وأروح الشركة الجديدة أقعد فيها شهرين 3 أو شهرين لحد ما أخلّص الورق وأسيبهم وأمشي، والّا أفضل في شركتي القديمة وأقعد؟ المشكلة بقى كمان مش في السؤال، المشكلة في ردود السادة المهندسين العظماء. واحد يقول له أيوه دَوّر على مصلحتك، والتاني يقول له طب يا عم دي شركة هتعتمد عليك وجايباك بضعف مرتبك أو بمرتب زيادة، هتقعد معاهم شهر والتاني وتروح وأنت عامل حسابك أصلًا إن أنت ماشي وطالع السعودية. ويعني كمية ردود أنا مش فاهم، يا جماعة أنت راجل مهندس يعني عندك ethics، يعني عندك أخلاق، يعني عندك أدب، إزاي أنت توافق إنك تروح شركة تانية مدياك offer أحسن من شركتك، وأنت أصلًا عندك بادئ intent إنك تقعد معاه شهر والتاني وتسيبه وتسافر السعودية. طب يعني أنا الصراحة مش عارف يعني يا ريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، أنا فعلًا ليّا حق أتضايق والّا الموضوع over يعني؟ شكرًا.